فضيلة الشيخ، رجل اشترى بضاعة ب50 ريالا وكان معه 100 ريال وبقيت 50 الأخرى عند البائع وهو لم يجد عنده صرف، فهل يعتبر هذا ربا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذه المسألة يخطئ فيها كثير، حتى بعض طلبة العلم قد يقع فيها. إذا جئت تشتري من التاجر سلعة وعندك مثلا 10 ريالات أو 5 ريالات أو 100 ريال أو 50 ريالا وأعطيته إياها، فإنه ينبغي أن تقبض الباقي ولا تتركه عنده. فلو قال ما عندي الباقي أو ليس عندي صرف، ائتني غدا أو بعد ساعة، فهو ربا نسيئة، يعتبر ربا نسيئة. لماذا؟ لو اشترى إنسان كتابا ب10 وأعطى البائع 100، فإنه حصل عقدان. العقد الأول عقد البيع وهو 10 في مقابل الكتاب، والعقد الثاني عقد الصرف وهي 90 الباقية من 100 في مقابل 100 المدفوعة من المشتري. فيلزم على المشتري إذا دفع 100 أن يستلم الكتاب، ممكن الكتاب أن يؤخر ولا حرج، لكن أن يستلم الباقي، لأن عقد الصرف لا بد أن يكون يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء. فأمرنا أن نأخذ يدا بيد. والريالات الموجودة يعتبر رصيدها فضة، فلو قال قائل إن الرصيد ألغي، نقول إنه لو ألغي الرصيد لما وجبت الزكاة فيها، لأن الورق لا يزكى. فلذلك هذا الرصيد الفضة معناه أنك إذا دفعت 10 تبقى 9، وإذا دفعت 100 وأنت قد اشتريت ب10 بقيت 90، فال90 تعتبر فضة في مقابل فضة، لا بد أن تؤخذ يدا بيد. وبناء على ذلك فإنه لا يؤخر. فما الحل؟ لو قال لك ليس عندي، تأخذ 100 وتصرف ثم تأتيه، هذه حالة. أو تعطيه رهنا، كأن تعطيه ساعة أو قلما رهنا حتى تذهب وتأتيه بالمال وتأخذ السلعة. المهم، أو توكله تقول له اذهب واصرفها من جارك. أما لو قال لك أنا أصرفها، أو لو قال لك أعطيك الباقي وذهب وتوارى عنك، فإنه الربا. ولذلك نص السلف على أنه إذا حصل الصرف، حتى إن بعضهم يقول لا يجوز للتاجر عند الصرف أن يقوم إلى صندوق المتجر، فإن قام فقد افترق فوقع الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في حديث